من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية. اليوم رح نتناول موضوع هام وهو العلاج الإشعاعي. للحديث حول هذا الموضوع معنا بالاستوديو الدكتور بليند محمد بركات، أخصائي بأمراض الأورام والعلاج الإشعاعي. يسعد صباحك دكتور. صباح النور. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك، بنتشرف. دكتور، بداية شو المقصود بالعلاج الإشعاعي؟ هلا مبدئيا العلاج الإشعاعي هو له تكملة، يعني العلاج الإشعاعي للأورام يعني هو جزء من علاجات طب الأورام. مثل ما بنعرف أو مثل ما يعني عامة الشعب بتعرف أو المرضى متعودين على العلاج الدوائي أو العلاج الكيماوي، يعني مجرد ما صار كانسر أو سرطان أو ورم ما، فهو معروف إنه في جراحة، في علاج دوائي ما كيماوي هرموني ما، يعني كل ورم وحسب حالته. يعني مثلا في أورام هي علاجها ما فيها علاج كيماوي نهائيا. من هذه العلاجات الدوائية يعني للتوضيح، يعني في غير العلاج الكيماوي ليس علاج كيماوي فقط، يعني في هناك ما يسمى العلاج الهدفي، العلاجات الهدفية. العلاج الكيماوي مثلا تستهدف الخلايا السليمة والخبيثة، أما العلاجات الهدفية فهي مثلا تعمل على مستقبل ما، تمام، أو مسار سبيل ما، وهذا السبيل الذي ينمو من خلاله الورم، تمام، أو هذا المستقبل الذي يستقبل مادة ما فيؤدي إلى نمو الورم. فالعلاجات الهدفية تعمل على سطح أو على جسم الخلية الورمية فقط، تتحكم بالخلية بحد ذاتها تماما. أما العلاجات الكيماوية فهي تؤذي الخلايا السليمة وتؤذي الخلايا الخبيثة أيضا، لذلك يكون لها تأثيرات جانبية عديدة. العلاج الإشعاعي هو العلاج بالأشعة للورم. فمثلا العلاج الدوائي أو العلاج الكيماوي هو هدفنا دائما DNA أو الحمض النووي للخلية الورمية، بحيث نؤذي هذا الحمض النووي فيؤدي إلى موت الخلية. صح. العلاج الإشعاعي هو نفس الفكرة. فنحن نستهدف DNA والحمض النووي للخلية الورمية، لكن الفرق انه انت مثلا العلاج الكيماوي يعني مثلا تؤخذ عن طريق الفم او عن طريق الوريد او عن طريق العضل، مثلا بعض العلاجات الهرمونية فتدور في الدم كله. اما العلاج الاشعاعي فهو للضبط الموضعي. بالاشعاع هو للضبط الموضعي، يعني المكان او المساحة اللي نحن بنعطيها من الجسم فهي هدفها ضبط الورم بهذا المكان فقط، ليس بالجهة تحجيمه أو إنقاص حجمه، أو إذا بعد الجراحة بالغالب إذا باقي مثلا بعض خلايا مجهرية غير مرئية لقتل هذه الخلايا المجهرية ومنع عودة الورم. نعم. دكتور، ما هي أنواع هذا العلاج الإشعاعي؟ هلا العلاج الإشعاعي هو يعتمد على الأشعة السينية، الأشعة السينية اللي نستخدمها مثلا بالتصوير الشعاعي بالطبقي المحوري أو الصورة البسيطة، لكن الفرق هون إنه نحن بنعطيها بجرعات عالية جدا. تمام، لقتل هذه الخلايا الورمية أو الخلايا المجهرية الورمية الغير مرئية بعد الجراحة، أو مثلا إذا نحن عملنا جراحة لورم ما وكانت الحواف إيجابية، الجراح ما قدر يشيل الورم كله نتيجة أنه مثلا في أعضاء سليمة حواليها راح تؤدي إلى تأثيرات جانبية عديدة. فنحن نحاول نعقم هذه الحواف اللي بقيت. هذا الفكرة منها، إنه بالنهاية نحن شغلنا أو الضبط الموضعي، ضبط مكان الورم نفسه. تمام. أنواعه في علاج شعاعي خارجي، في علاج شعاعي داخلي، وفي شيء يعني جزء منه يسمى الطب النووي. نعم. العلاج الشعاعي الخارجي انه الاشعه تاتي من الخارج مثل التصوير الشعاعي، لكن قلنا الفرق انه هو يعني جرعات اشعاعيه عاليه جدا. نعم. ليس مثل التصوير الشعاعي ودقيقه جدا. طبعا دقيقه جدا. نحن لازم قدر ما نحن نريد القضاء على الخلايا الورميه وتجنب استهداف الخلايا السليمه تماما، يعني تماما. فالعلاج الشعاعي الخارجي هذا هو. العلاج الشعاعي الداخلي هو انه نحن ندخل مثلا بذور او ابر او مطبقات ما في مكان الورم، مثلا في اورام عنق الرحم مثلا. نعم. تستخدم في سوريا،
عن طريق المهبل. تستخدم مطبقات وتستخدم مادة تسمى السيزيوم، هي مادة مشعة، فيكون الإشعاع من داخل الجسم. تمام، يغذى هذا عن طريق منبع. أما العلاج الشعاعي الخارجي وهو الأهم يعني، وهو الأكثر استخداما. الأكثر استخداما هو الخارجي طبعا، لأنه العلاج الشعاعي الداخلي لا يستخدم لكل الأورام، قليلة جدا. حتى في سوريا لا تستخدم يعني إلا للسرطانات النسائية عنق الرحم. يعني التقنيات الموجودة عندنا شوي يعني قديمة ليست. دكتور، والطب النووي اللي أشرت له؟ الطب النووي اللي تشمل المواد المشعة، يعني مثلا أورام الدرق اللي تستخدم فيها اليود المشع مثلا، هذا هو جزء من الطب النووي. فنحن لازم نفرق بين العلاج الشعاعي الخارجي بالذات، تمام، لأنه الداخلي كمان في مواد مشعة، الخارجي بالذات والطب النووي والعلاج الشعاعي الداخلي. يعني العلاج الشعاعي الخارجي اللي هو تستخدم وتأتي الأشعة من خارج الجسم، بمجرد إطفاء الجهاز لا يبقى أي مصدر للأشعة لا من الجهاز ولا من المريض. أما الطب النووي فكل مادة لها عمر نصف يسموها. يعني عندما تعطيها للمريض مثلا اليود عمر النصف فيها 8 أيام، كل 8 أيام ينخفض تأثير أو هذه المادة المشعة المعطاة إلى النصف. فمثلا إذا أعطينا 100 ملي كوري فبدها مثلا 8 أيام لتصبح تأثير 50، ثم 8 أيام 25، ثم 8 أيام فبدها وقت، يعني يبقى المريض مصدرا للإشعاع بعدها لبين ما ينتهي العمر النصف. أما العلاج الشعاعي الخارجي بمجرد إطفاء الجهاز لا يبقى مصدر للإشعاع نهائيا. دكتور، اللجوء للأنواع يختلف وفقا لحالة المريض أو نوعية المرض تماما. أو مستوى تطور الورم؟ لا، على نوعية الورم ومكان الورم بشكل أساسي. يعني هلا هو يمكن أن يستعاض حتى عن العلاج الشعاعي الداخلي نهائيا بالعلاج الشعاعي الخارجي. مثلا حكينا عن أورام عنق الرحم اللي تستخدم فيها مثلا جزء من العلاج الشعاعي، عنق الرحم والرحم جزء منه علاج شعاعي خارجي. مثلا نعطي ل 23 جلسة، رح نتطرق لهالموضوع شلون نحسب الجلسات وشو معنى الجلسات وكم جلسة بناخذ. بعدين بنكمل مثلا بقية الجرعة بعلاج شعاعي داخلي. أحيانا مثلا في حالات طبية صغيرة مثلا مثل البواسير أو إنتانات بولية شديدة نستغني عن العلاج الشعاعي الداخلي. العلاج الشعاعي الخارجي نرفع الجرعة، بدل ما نعطي مثلا 23 جلسة نعطي مثلا 30 جلسة 27 جلسة بدل العلاج الشعاعي الداخلي. تمام، يعني هي بالنهاية الهدف الوصول إلى جرعة معينة. نعم. تمام، سواء بمشاركة الطريقتين أو بطريقة واحدة. لكن العلاج الشعاعي الداخلي لا تستخدم بكثير من الأورام. يعني دكتور، آلية العلاج الإشعاعي وفقا للأنواع أو كل الأنواع هي نفسها الآلية بتستهدف التحجيم أو القتل أو إيقاف تطور الخلية؟ بالنهاية هلا موضوع التحجيم وكلمة التحجيم مقصود فيها نحن مو عاملين جراحة. تمام، يعني الورم موجود. العلاج الشعاعي الخارجي أو العلاج الشعاعي للأورام قليل ما نستخدم فيها قبل الجراحة. عادة يكون هدفها هو إزالة مثلا تعقيم الحواف الجراحة. تمام، إذا باقي أي خلايا مجهرية غير مرئية القضاء عليها. الحكي اللي عم نحكي انه قبل الجراحة في حالات حتى بنية الشفاء نستخدمها، لكن اكثرها يكون مقصود فيها نية تلطيفية. يعني مثلا ورم كبير كثير، تمام، نحاول نحن نعطي أشعة نخفف من الضغط على الجوار مثلا، أو بدنا نحكي بالنقائل. يعني شغلة كتير مهمة. دكتور، هو إذن بيكون في معظم الحالات هو علاج تكميلي وليس علاج أساسي؟ لا أبدا. العلاج الشعاعي هو العلاج الأساسي في أورام الجهاز العصبي المركزي. تمام، اللي هي الدماغ والنخاع الشوكي بعد الجراحة. نعم. تمام، ليس كيماوي ولا في معظم الأحيان يتم اللجوء للعلاج الإشعاعي بعد الجراحة. في هذه الأورام اللي راح أذكرها هو علاج أساسي، لا دور للعلاج الكيماوي فيها أصلا إطلاقا. يعني أورام الدماغ، أورام النخاع الشوكي، أورام عنق الرحم، أورام الرحم. تمام، في الحالات يكون فيها متقدم موضعيا أو محصور في العضو،
نحن ما عم نحكي في وجود الحالات او نسميها نحن بالاورام ستيج 4، يعني مرحله رابعه لما تكون في نقائل بعيده عن العضو. هون نحن دائما علاجنا دوائي، لانه مرضنا ليس محصور، نرجع لنفس الفكره، ليس محصور في مكان ما، في موضع ما. باعتبار العلاج الشعاعي هو ضبط موضعي. يعني صار عندنا في الكبد او في الرئه نقائل، هون اجباري بدك تستخدمي علاج يدور في الجسم كله، هو ليس علاج موضعي. علاج الاورام النسج الرخوي مثل الساركومات الجلد والعضلات. اورام الرئه دائما بعد العلاج الكيماوي لازم يكون في علاج شعاعي. اورام الثدي تقريبا بنسبه 95% بعد العلاج الكيماوي والجراحه لازم علاج. فهو يشمل لا يقل عن 70 إلى 75% من الحالات الورمية بدها علاج شعاعي، سواء كوحيد أو كمتمم للعلاج الكيماوي. تماما. دكتور، نتحدث عن الإجراءات التي تسبق الجلسة. شو هي الإجراءات اللي بتتبعوها عادة؟ تماما. هلا ماهية العلاج خلينا نحكي، أو ما يعني هذا الموضوع لازم نحن شوي نفصل فيه أو نحكي فيه. ما راح نطول كثير إن شاء الله. بعد تحديد الاستطباب، يعني إنه أكدنا نحن بدنا علاج شعاعي، يحول المريض إلى العلاج الشعاعي. المرحلة الأولى هي مرحلة تسمى بالإنجليزي سيميليشن أو المحاكاة. ما المقصود فيه؟ إنه يكون في مثلا الأجهزة الحديثة والتي تسمى 3D RT، يعني العلاج الشعاعي ثلاثي البعد، والتي تعتمد إنه نحن نجري طبقي محوري للمريض للمنطقة المراد تشعيعها. تمام. هذا الطبقي يحول إلى طبقي محوري ثلاثي الأبعاد. تمام. تنقل عن طريق سيستم دايكوم إلى محطات. هاي المحطات الطبيب بيجي بيشوف صورة الطبقي. تمام. في ابليكيشنات معينة، برامج معينة بنحدد فيها عن طريق الفارة. تمام. بنحدد فيها، بنرسم انه نحن بدنا هذا الحجم المطلوب. تمام. هذا الحجم المطلوب طبعا ما راح نفوت بتفاصيل الرسم. في حواف اضافيه تضاف لخلايا مجهريه، في حواف اضافيه تضاف انه لامكانيه حركه الورم او حركه المريض، مشان نحن دائما نضمن انه يكون الورم والمكان المراد تشعيعه ضمن حجم التشعيع. تمام. بالاضافه نحن بنحدد وبنرسم الخلايا السليمه كمان، الاعضاء السليمه، لانه كل عضو سليم له جرعه تحمل معينه. يعني انا مو معقول انا اروح اعالج الورم واذي عضو سليم ثاني. تمام. المرحله اللي بعدها بيجي طبعا المريض بيعمل طبقي محوري مثل ما حكينا، هاي التفاصيل اللي حكيناها، بيروح على بيته. هذا الموضوع بده يومين ثلاثه. بيجي مرحله الفيزياء الطبيه. هو فيزيائيين الطبيين بيحددوها، اللي بيحدد فيها مداخل الحزم الإشعاعية، شلون بدها تفوت على الجسم، شلون راح تكون تغطية الإشعاع. هي افتراضية تمام، بس تطبق كما هي. الأعضاء السليمة المجاورة شقد عم تاخذ. تمام. بعدين بيجي الطبيب إذا موافق على الخطة، بيشوف توزع الجرعة منيح، بيكون الجرعة المعطاة منيحة. تمام. تحمل الأعضاء والجرعة اللي عم ياخذ الأعضاء السليمة. تمام. فهون نحن بنوافق عليها، يحول المريض عاد لجهاز المعالجة اللي هو المسرع الخطي. نعم. ويطبق عن طريق الفني الأشعة. نعم. دكتور، عادة يعني كم تكون عدد الجلسات؟ تمام. مع المباشرة بالجلسات. تمام. نحن حكينا عن جلسة المحاكاة. المحاكاة المقصود فيها انه المريض بياخذ وضعية العلاج تماما. بيبلشوا بيتفحص وضع المريض انه اذا راح يتقبل العلاج او لا. هي مرحلة المحاكاة ومرحلة الفيزياء الطبية وللمسرع الخطي. مرحلة المحاكاة اللي حكيناها انه المريض بياخذ صور بوضعية العلاج نفسها. يعني مثلا كل ورم، كل مكان لازم نحن في وضعية معينة. يعني المريض بياخذها في أدوات معينة. مثلا أورام الدماغ في ماسكات أو أقنعة توضع في أفران تصبح طرية، توضع على وجه المريض. تمام. لمنع حركة رأسه أثناء العلاج، يعني تثبت عن طريق الطاولة. ففي معدات أيضا، هاي كلها اسمها محاكاة، بتساعد المريض إنه يكون ثابت قدر الإمكان. صحيح. دكتور، عدد الجلسات تقريبا كم جلسة بتكون، وكل جلسة ما هي المدة اللي بتطول عادة؟ احنا طبعا رح نحكي عن العلاج الشعاعي ثلاثي الأبعاد. التقنيات الحديثة والمتطورة على المسرع الخطي. هلا الشفائي عادة حسب مكان الورم، بس إذا نحن مثلا حكينا عن أورام الدماغ حوالي 27 ل 30 جلسة تأخذ. نعم. بالأسبوع 5 جلسات.
نعم. تمام، باستثناء يوم الجمعة أو السبت. كل جلسة تقريبا باستثناء نحن حكينا عن يعني تجاوزنا مرحلة المحاكاة. نعم. حوالي 10 دقائق كل جلسة. نعم. تمام. أورام الثدي مثلا تستخدم كثيرا، نرفع فيها الجرعة حوالي 15 إلى 18 جلسة. طبعا كمان 5 جلسات بالأسبوع. إذا تختلف عدد الجلسات حسب مكان وبالتالي تختلف مدة العلاج لكل طبعا. دكتور، كيف بتتأكدوا من نجاح الجلسات؟ تمام. هلا إذا نحن عم نعطي بعد الجراحة، يعني استطبابنا بعد الجراحة، هون نحن ما في داعي نتأكد من موضوع معين، لأنه نحن بالنهاية عم نقضي على خلايا مجهرية أصلا غير مرئية. لكن نحن نتوقع بقاء هذه الخلايا، فبنعطي أشعة للقضاء عليها غير مرئية أصلا يعني. تمام. أما في حال مثلا في وجود شيء تلطيفي مثلا ورم كبير، راح يبلش الورم انه ينكمش اثناء العلاج، لكن تاثيرات العلاج الشعاعي تبقى حتى بعد شهر وشهر ونصف وشهرين كمان حتى بعد العلاج. تمام. نعيد الفحوصات، نعيد التصوير، يبان لنا انه مدى الاستجابه للعلاج. دكتور، كثير من الاشخاص بيسالوا هل العلاج الاشعاعي آمن دائما او العلاجات الاشعاعيه؟ هلا آمن بالنسبه للمريض اما بالنسبه للمحيط؟ ممكن يكون غير آمن للمحيط. حكينا نحن العلاج الشعاعي الخارجي هو آمن للمحيط تماما. تمام. لأن الجهاز موجود في غرفة معزولة بالرصاص، طبقة من الرصاص. أثناء يكون الجهاز يعني عم يشتغل، أكيد في أشعة. نعم. بس جوا الغرفة، بس مجرد ما توقف الجهاز، مجرد ما طلع المريض، لا المريض مصدر للإشعاع ولا الجهاز صار مصدر للإشعاع. بس حكينا نحن عن الطب النووي والعلاج الشعاعي الداخلي، هذا في عمر نصف، يعني يبقى المريض مصدر للإشعاع بعدها حسب عمر النصف المادة اللي عم نستخدمها. يعني مثلا حكينا عن اليود، أكثر مادة تستخدم في مواد حتى تستخدم للتصوير مثل التكنيسيوم، تستخدم لومضان العظام. تمام. مؤذي للمريض. مثل ما حكينا نحن لازم تكون خطتنا هي وظيفة الطبيب، يعني هي لازم يكون في إجراءات وقائية لحماية المريض وحماية المحيط. بكل تأكيد طبعا في إجراءات وقائية للي الموجودين في وحدة العلاج الشعاعي، لكن بيتابعوا الموضوع حتى لو كان الشخص يعني خارج مثل أي علاج له تأثيرات جانبية وله فوائد. يعني بس نحن اللي حكينا بالتخطيط إنه نحن بنرسم وبنحدد الخلايا الأعضاء السليمة مشان ما تاخذ جرعات تأذيها مستقبلا. يعني دكتور، المضاعفات والآثار الجانبية أشرت لها، ما هي أهم تلك المضاعفات؟ هلا تعتمد على مكان الإشعاع. يعني تبقى حسب مكان الإشعاع. يعني مثلا تشعيع أورام الثدي، فنحن هون بنفكر جلد الثدي، جلد مكان الثدي. بنفكر ممكن جزء من الرئة تصير فيها انتانات مثلا أثناء العلاج. طبعا هذا موضوع قليل الشيوع، لكن من الاحتمالات. جزء بسيط من الرئة نحن بنحاول ما تتأذى أكثر من 1.5 سنتي من محيط الرئة العلوي، لأنه بيكون الثدي تقريبا مقابلها، إنه مستقبلا ممكن تتأذى تتليف شوي، بس يعني بحيث أكثر من هيك ما تفوت ضمن حقل العلاج الشعاعي مشان ما تأثر على الوظيفة التنفسية. مثل ما حكينا كل عضو له وظيفة، له جرعة تحمل معينة. مثلا بالرئة لازم ما يكون في أكثر من 30% من الرئة تأخذ جرعة معينة، مثلا أكثر من 20% من الرئة ما تأخذ جرعة معينة. أكثر من هيك فنحن كل عضو في له جرعة تحمل قدرة معينة. تحمل تماما للإشعاع. نعم. جلد مثلا، إنه الجلد هو أكثر شيء بيتأذى لأنه الإشعاع بيجي من برا، فأكيد وين ما كنت في جلد. تمام. الجلد ممكن يسمر، ممكن يحمر. تمام. له درجات، طبعا نحن درجات السمية الجلدية أو عفوا الارتكاز الجلدي بيسموه. يعني ففي مرحلة معينة نحن نضطر أحيانا نوقف العلاج كم يوم، نعالجه ونكمل العلاج. في مراحل، في درجات عدة يعني بتسمر الجلد، طبعا بيتراجع بعدين، لا داعي لإيقاف العلاج. دكتور، بعد الانتهاء من الجلسات بتتابعوا وضع المريض؟ أكيد طبعا، مثل ما حكينا يعني الغالبية نحن بنريح المريض حوالي شهر ونص ومتعيد تقييمه. مثل مثلا خلينا نحكي عن أورام الرأس والعنق، مثل أورام البلعوم والحنجرة واللي هي شائعة جدا. تمام.
يعني بنضل تقريبا حوالي الشهرين لبعد العلاج لتبان تأثيرات العلاج بشكل كامل. نعم. يعني خلال الشهرين شو النصائح اللي بتوجهوها للمريض، وبنفس الوقت شو المحاذير اللي لازم هن يكونوا منتبهين؟ تمام. هلا نحن باعتبار حكينا انه العلاج التأثيرات الجانبية والمحاذير والتعليمات تعتمد على مكان المعالجة. تختلف هنا تماما. يعني مثلا بالرأس والعنق بالحنجرة فأكيد راح يتأذى المري. تمام ماشي. راح يصير ممكن فطور فموية، فطور داخل المري. تمام. يصير في صعوبة بالبلع شوي. فهون تجفاف فم نتيجة أذية الغدد اللعابية. طبعا هذا كله بيتراجع بس بده شوية وقت، يعني ممكن شهر ونص، شهرين الأعراض. تمام. دكتور، نتحدث عن عيادتك، فتحت مؤخرا شو مبارك، وكرمال الناس يعرفوا مكان العيادة وين موجودة بقامشلو؟ موجودة بحي الوسطى خلف مشفى الرحمة، مجمع الأولى، طابق ثاني. نعم. برأيك دكتور بليند، لماذا هذا الاختصاص العلاج الشعاعي للأورام غير متوفر في منطقتنا؟ تقريبا يعني قليل جدا الأشخاص المختصين بهذا المجال. تقريبا لا يوجد لنا زميل واحد فقط في مدينة الحسكة. كمان نتيجة عدم وجود الجهاز ما فينا نحن نمارس اختصاصنا بالشكل المطلوب. طبعا اختصاصنا هو شقين: معالجة كيماوية ودوائية للأورام الصلبة، ليست الأورام الدموية. لازم نفرق بين هذا الموضوع. الأورام الدموية هي مجموعة أورام ليست تابعة للأورام الصلبة، يعني أمراض الدم وأورامها مختلفة. نعم. الجهاز هو مكلف جدا، يعني المسرع الخطي. تمام. وبده وحدة متكاملة، بده طبقي محوري معه، بده وحدة تحكم، بدنا كادر للفيزيائيين الطبيين والفنيين. لكن هو الطبيب لازم يكون في طبيب بالأساس لتمشي كل هالأمور. فنحن نتمنى انه تتوفر هذا الجهاز. وطبعا نحن حاولنا نزيل بعض يعني المعلومات المغلوطه انه هو مصدر الاشعاع. لا، ليس مصدر الاشعاع. دكتور، حاليا انت فتحت العياده، رح تتابع اختصاصك المهم، والاشخاص اللي بهالمجال بيشتغلوا كتير قليلين، ولكن لا يوجد اجهزه حاليا بسبب انه غير متوفر. تحتاج لامكانيات، تحتاج لمساعده او لمبادرة من الجهات المعنية برأيك؟ طبعا هذا الموضوع لأنه مكلف جدا، يعني هو أكيد الجهات المعنية سيكون لها علم بمدى تكلفته يعني، لكن قابل للتحقيق هذا الموضوع في المنطقة. نتمنى ذلك يعني مساعدة المرضى أولا وأخيرا. مبدئيا نحن فينا نساعد ببعض الأمور، انه استشارات شعاعيه. يعني احيانا المريض يذهب الى الشام او كردستان لا يعرف هل بده اشعه ولا لا. على الاقل هون نحن بنحدد له هل بدك اشعه ولا لا، هل في حاجه لتروح ولا لا، يعني على الاقل. تمام. يعني احيانا بيروح على الشام تكاليف وتعب ويمكن ما بده يعني تمام. وحتى مع اورام الدرق، يعني موضوع اليود في كثير نقاط لازم الواحد يوقف عليها. لا، على الاقل مبدئيا استشارات اشعه، نساعد المرضى، نساعد زملائنا الأطباء، أطباء الأورام. أحيانا بيبعثوا المريض هل يحتاج إلى أشعة ولا بعد الكيماوي، أو حتى هن يعني عندهم فكرة أكيد إنه استطبابات الأشعة، لكن ليس لديهم فكرة إنه عن مدى يعني تأثيراته. الأسئلة اللي حكينا عنها والتفاصيل اللي حكينا عنها. ونتمنى إنه يعني موضوع الجهاز يتوفر بوقت قريب، أو على الأقل لنساعد المرضى، يعني لأنه مثل ما حكينا هو جزء مهم جدا من العلاج. نحن ما حكينا عن الأمور التلطيفية واللي هي نقال عظمية ونقال دماغية، هاي كمان علاجها علاج شعاعي واللي هي شائعة جدا يعني. تماما. دكتور، إذا حابب تضيف أي شيء أنا ما سألت عنه تفضل. والله نحن يعني ما شاء الله ما خلينا شيء، سألتي الأسئلة المهمة جدا والهامة واللي تلزم ليفهموا المرضى وماهية هذا الموضوع، ونحن جاهزين لأي تعاون ولا أي استفسار. كثير شكرا لك دكتور بليند. شكرا كثير، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. شكرا على الاستضافة. كثير شكرا لوجودك دكتور بليند محمد بركات، أخصائي بأمراض الأورام والعلاج الإشعاعي. كنت معنا بالاستديو، تناولنا هالموضوع المهم. وكثير شكرا لكم متابعينا الكرام. بعد فاصل بنتابع البرنامج.